السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شحويكم إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. مرحبا بكم في قناة فن الطبخ والحلويات مع منيرة. كي العادة ولا عندنا عادة جيتكم فيديو جديد ودبارة جديدة، واليوم إن شاء الله باش نشوفوا كيفية تحضير المرمس بالقرشة البقري. المرمس هي أكلة صيفية تعتمد على الطماطم الفرشكة، الكعب والبصل والحمص. ونشوفوا توا شنو عندنا بالضبط. عندنا هنا البصل، انا البصل هنا قصيته شرائح عريضه شويه، يلزمو هكا يكون كبير خاطر هذا باش نرميوه من بعد في المرقه باش يقعد معناتها شويه هكا كروكون يتغصص شويه. كذلك عندي هوني انا حمص هذايا منفخته ومخبيته في الكونجيلاتور، هذا انا مكنجل. بالنسبه للكرشه هذه الكرشه نتاع البقري. بالنسبه للكرشه التنظيف نتاعها يكون معناتها كي تجيبها من عند الجزار طريقتي انا. الحوض نتاع المطبخ نمليه بشويه ماء، نحط الكرشه كي نحطها هكا على الوجه نتاعها باش كان فيها تراب ولا اي حاجه يهبط الكل في الماء. والطريقه هذه انا نعملها 3-4 مرات حتى نتيقن اللي هي ما عادش فيها تراب. نعمل طنجره بالماء سخون يغلي بالكدا ونسقط في وسطها الكرشه ونقرقشها شطر قرقيش، يعني ما نخليهاش كالبيضه جمله، نخليها شطر بشطر. هاي هكايا انا طريقتي انا هذه. بطبيعه الحال نزيد هكا نفركها بالكدا باش كان فما اي حاجه يعني تخرج نظيفه مرتين نعملها في الماء سخون ومن بعد نقصها وتكون حاضره للاستعمال. هوني عندي سنينة الثوم، كذلك نستحقوا كافاحات ملح، فلفل اكحل، فلفل زينه، تابل خاطر هي بقري، وكان جات علوش معناتها بتاع خروف الكرشه ما نعملش التابل. بطبيعه الحال الزيت. هوني عندي ثوم المرحي، الهريسه العربي، هذه الهريسه الفرشكه. ديما نقول لكم الهريسه العربي اللي هو الفلفل الشايح الاحمر الشايح، وذاك يترحاو يتفوح بالثوم والكرويه ولا التابل كل حد كيفاش يفوحوا. وبالنسبه كيف للطماطم عفوا الهريسه الفرشكه هو الفلفل الاحمر فرشك نفوروه ونرحيوه ونفوحوه بالثوم والكرويه والتابل كل حد كيفاش يفوح، فقط للتوضيح. عندي الطماطم مركزه. والاعتماد المرمس كي نقولوا مرمس صيفي هو على الطماطم الفرشكه. الطماطم الفرشكه انا عندي هنا معناتها هنا بزيت رحيت شرحيت كميه باش ناخذ شنو اللي حاجتي. الطماطم ما شاء الله توا وقتها ديما كي ناخذ كميه كبيره نغسلوها نشفوها نحطوها في كورباي ولا شنو اللي عندنا نحطو فيه ونفرشوا من اللوطه بابي اوبسوربون ورق مطبخ، ونحطو ديما اللي مازالت ناقصه شويه في الطياب نحطوها اللوطه والطايبه فوقها، واللي فيها اي حاجه لقيناها طايبه وما عادش تصبغ هذيك نحيوها ديما ونستعملوها هي الاولى. كما انا توا البجلة اللي لقيت فيها معناتها طايبه بالكدا ولا لا قدر الله تفسدش نرحيها، واللي مازالت خضره بيضه جمله هذيك نحيها على شيره واحده تخليها لبرا ما تحطهاش في الثلاجه، تخليها حتى لين تاخذ وقتها وتحمر. وقبل ما نبداو ما ننساوش اللي مازال ما اشتركش في القناه باش يعمل ابوني ويتفاعل مع الجرس باش يخلطوا كل جديد، وكذلك اللايك والبارتاج مع حبايبكم واصحابكم باش تعمل فايده. وديما نقول القناه تكبر بكم انتوما. ونبداو على بركه الله. ناخذوا طنجره الضغط. انا بحكم اللي نزرب معناتها على الوقت خاطر الكرشه البقري راهي تشد الوقت في الطياب، واللي هذا باش نحط في طنجره الضغط، واللي يحب يطيب في عقله يحط في طنجره عاديه. اول حاجه باش نحطوا الزيت نتاعنا، المرمس راهو يحب الزيت. باش نحط حاجه قليله بصل خاطر انا باش نطيب توا الكرشه والحمص باش نخليهم يطيبوا هما الاولانيين، ومن بعد نكمل نحط الفحات الكل. كذلك نحط الكرشه، سينات الثوم. الكرشه راهو تحب الثوم بزايد والتابل، هو يعني باش يقوي النكهه نتاعها. ديما نقول لكم انا نستعمل الثوم بزايد في المطبخ نتاعي، وكذلك الكرشه راهي تحب الثوم. ونحط الحمص ونعطيها شويه ماء. هذه تو وقت الحاضر الكرشه باش نخليها تطيب هي والحمص، وقت اللي تاخذ الطياب نتاعها من بعد نكمل ما لازمها.
بالنسبه للحمص ديما تحبوا يطيبلك بالكدا. انا عندي هذايا كونجولي، وبالطبيعه ديما نقول راهو على معناتها على حسب تجربتي. كي تصب عليه الماء سخون يغلي بالكدا بالكدا يطيب باذن الله فيسا، ما يقولوا احنا ما يحسرمش. شويه ملح بالطبيعه باش نفوح، ومن بعد كي نزيد نكمل اللفاح بعد تطيبها بالطبيعه نذوق معناتها نشوف نزيدها ولا لا. هذا شويه فلفل اكحل، هذا راهو بالنسبه للفاح، هذا شطر رفاح راه مازال من بعد نكمل نفوحها. فلفل سينا، شويه تابل، هذه نفوحوها شطر رفاح باش كي تطيب ما تجيش ماسه، يعني تجي شاربه شويه وفاح تجي بنينه فاوحه. ما بقى كان باش نسكر عليها باش نسكر الخطا، هذه طنجره الضغط نسكرها ونحطها فوق الغاز حتى لين الكرشه والحمص يطيبوا. شوفوا لهنا بعد ما خليتها مده 20 دقيقه في طنجره الضغط، الحمص طاب، الكرشه كيف كيف طابت معناتها باش تكمل طيابها تجي قد الحمص كيف كيف ها نشوفوه لهنا طاب طاب. توا باش نبدا نحط لها ما لازمها، وديما نقول عيني ميزاني. باش نحط اول حاجه الطماطم اللي رحيتها باش نحط ونشوف. هذه هريسه عربي، هريسه الفرشكه، ثوم، حاجه قليله طماطم مركزه باش تزيد تعزلها معناتها الصوص نتاعها. ونشوف لعل معناتها الطماطم الفرشكه تبداش خفيفه برشا نزيدها شويه طماطم المركزه. فلفل اكحل، فلفل زينه او فلفل احمر كما قلت مقبيله. انا عملت راني شطر رفاح وتوا قاعده نكمل في معناتها كملت شطر الرفاح نتاعها. تابل، بالنسبه للملح ذقتها المرق نتاعها نقاه في حقه باهي الملح، مانيش باش نزيد شويه اخرى زيت. باش نحط البصل. توا ما بقى كان باش نرجعها على الغاز تجيب معناتها باش تندمج اللفاحات الكل مع بعضهم. وبالطبيعه عيني ميزاني نتبع، كان ناقصه ما نزيدها شويه ماء، كان في حقها نخليها حتى لين معناتها تاخذ طيابها. وقبل ما نطفي عليها ب5 دقائق نرمي لها قرينات فلفل. انا ما زدتها حتى قطره ماء، علاش؟ قريت حسابي اللي البصل يسيب ماء، يعني قاعده نتبع فيها معناتها كان بديت تشيح من ماء نولي نزيدها، كان طابت وهي معناتها في حقها من غير ما نزيدها. وهذايا راهو راجع عليكم انتوما معناتها اللي يحب المرقه تكون خفيفه ولا تكون ثقيله معناتها الصوص. تو باش نزيدها حاجه قليله بالكل ماء، حاجه قليله قليله معناتها باش تكمل به الطياب. وباش نرمي القرينات الفلفل باش نزيدها 15 دقائق تاخذ النكهه تاع الفلفل ونطفي عليها. والمرمز الصيفي بالكرشه احضر، ما نقول لكم شيء بالحق على الريحه والفيحه. ان شاء الله سهمكم في الجنه. صدقوني المطبخ ريحته فيحه، يعني ما نعرفش الكرشه عندها ريحه خاصه بها نتاع البقري، فيوحه برشا برشا. ونتمنى ان شاء الله حتى اللي ما ياكلهاش يجربها وياكلها، صدقوني بنينه. ملاحظه بالنسبه للطريقه نتاع تطيب المرمز، راهو مش كيف كيف، يعني مش كيما الكرشه، مش كيما يطيب بالدجاج، مش كيما يطيب بالنغنمي اي بالعلوش او الخروف، مش كيما بالبقري. الكرشه بصفه خاصه نتاع البقري خاطر تشد الوقت بزايد، هذيك انا نعملها معناتها نصمتها قبل هي والحمص. اما كي نعملها مثلا بالدجاج ولا مثلا بالعلوش معناتها يطيب فيسا، معناتها اللحم يبدا يطيب فيسا فيسا، هذاك الكل معناتها نفوح ونريكم معناتها طيب عاديه، فقط يقعد البصل هو اللي معناتها نرميه في الاخر باش يقعد كما قلت لكم يقعد يتغزغز. هذا المرمز بتاعنا ان شاء الله طريقتي تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم. وقبل ما نخليكم نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، كذلك اللايك والبارتاج لاحبابكم واصحابكم باش تعمل فايده. وما بقى نقول لكم كان ان شاء الله في فيديو اخر ودباره اخرى، والى اللقاء في امان الله.